هاي هاي، كل سنة وانتم طيبين. خلاص المدارس على الأبواب، ودي حاجة بسيطة كده لولادنا. قرص محشية جميلة جدا، تنفعهم طبعا وقت المدرسة بدل السندوتشات اللي بيزهقوا منها دايما دي. هقولك طريقتها حلوة جدا وسهلة من غير وقت ومجهود كتير. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا كوبايتين دقيق زيرو عادي اللي هو الدقيق الأبيض. هحط عليهم معلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر، رشة ملح، رشة صغيرة جدا بيكنج باودر أو كيك شيف، وبتاع ربع فنجان لبن. يا سلام بقى لو نزل بالقشطة بتاعته دي يبقى حلو جدا، او ما عندكيش حطي على العجينة حتة قشطة من بتاعة اللبن. وهقلب بقى كده كويس. لسه الدقيق شكله كان ايه، لسه طازة ولسه صاحي يعني. وهنا بقى معايا 3/4 كوباية مية دافية، مش هحطها كلها. عودي نفسك دايما في الدقيق والمعجنات ما تحطيش المية كلها، علشان خلاص لو الدقيق شرب المية خلاص انا مش محتاجة. هنا بقى فضلت اعجن في العجينة، ولت واعجن ولت واعجن لحد ما لمت نفسها. اول ما لمت نفسها وحواليها كده بقى نضيف، خلاص كده العجينة بقت مية مية. اهي شايفين بقى شكلها عامل، كل ما بعجن فيها كل ما بتديني نتيجة احسن. هنا بقى فرشت تحتها شوية زيت وهسيبها تتخمر في مكان دافي لمدة ساعة او ساعة الا ربع. هنا بقى معايا الحشوة بتاعت القرص. عندي رومي، على فلامنك، على حتتين بسطرمة صغيرين، على طماطم مقطعاها كده، طماطم شرايح بس شايلة البذر بتاعها، وقرن فلفل رومي وزيتون. هنا العجينة الحمد لله خمرت، شايفين حلوة ازاي. هديها طبعا بالبوكس المعتاد بتاعي واقلبها تقليبين. شايفين ما شاء الله العجينة جميلة جدا وطرية جدا. انتوا اظن شايفين الملمس بتاعها عامل ازاي. كورتها بقى كور صغنونة كده، الكرة على قد القرصة. وهنيجي بقى دلوقتي شايفين نفرد كده اهو، بتتفرد معايا ما شاء الله جميلة جدا. طول ما العجينة مرتاحة هتتفرد معاكي كويس اوي. هحط بقى معلقة من الحشو. ما عندكيش الحشو ده، عايز تحطي جبنة اسطنبولي حطي، الحشو اللي عندك حطيه. عايز تحطي جبنة وزيتون، عايز تحطي جبنة قريش بالزعتر، اللي يريحك. وهبططها بقى بالراحة اوي، خلي ايدك خفيفة على العجين. هعمل واحدة تانية كده معاكم اهو. شايفين بفرد بايدي كده، ادور وافرد ادور وافرد بالراحه قوي. هو ملمس العجين بسم الله ما شاء الله مش محتاج. وهحط برضو معلقه من الحشوه، واحط جبنه نستون. في واحده غلبانه قاعده هناك اهي، هحطها دلوقتي في الحشو. انا بحب الجبنه النستون جدا في المعجنات وفي اي حاجه، تبقى رهيبه كده الصراحه بالزيتون. هبطط بقى كده بالراحه. انا هنا هسوي على البوتاجاز مش هسوي فرن. شايفين بقى عملت واحده كده شبه القطفايه، جميله قوي. مش هدخل فرن، عشان كده بقول لكم العجينه دي سهله جدا وما بتاخدش وقت. هاجي هنا في الطاسه بتاعتي او في الوك بتاعتي، هحط معلقتين زيت وهنزل بالقرص بالراحه جدا وعلى نار هاديه. انا مش هعلي النار. انا بحاول بس ايه افردها فرده تانية وابططها كده، انزل عليها بالطاسه وابططها. او احط الكميه بقى كلها. دي بقى لما اتحمرت خدت لون ذهبي، متحاوليش تحرقيها، خدت لون ذهبي بسيط جدا اهو. قلبتها برضو دي معاكم. هنا خلصت الكمية كلها بقى، وهطلع على مناديل مطبخ عشان لو في اي بواقي زيت ولا حاجة تصفي خالص على المناديل. شكلها جميل جدا وطعمها اجمل 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 الصراحة. وما خدتش وقت خالص، يعني البوتاجاز ما خدتش وقت خالص، ولا واقفة بقى ولا شغل فرن والكلام ده كله. هرصها بقى هنا معاكم. واللي شبه القطايف دي حلوة قوي على فكرة. هفتحها بقى اوريها لكم من جوه، خطيرة. على رأي حبيبتي مروة الشافعي، خطيرة. اي انا عايزه بس اوريها لكم من جوه شكلها عامل ازاي اهو. تمام. وهفتح لكم برضو اللي هي بتاعه القطايف. جميله قوي يا جماعه، جميله. هي ما لحقتش الصراحه يعني تخش الفريزر او حاجه. دي بقى عايزه تحفظي منها في الفريزر، احفظيها لاولادنا وبألف هنا وشفا.